السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي ابو هارون، ماشي زي ما انت طلبت كده هنبعت لك فيديو توضيحي للزرار اللي جوه الباص على السريع وبالمختصر المفيد. تمام، دي طبعا عربية كينج لونج. تمام. طبعا صدق الله العظيم. طبعا ده الشاشة اللي انت بتبقى فيها الكاسيت، ممكن تحط فلاشة، ممكن تحط توصلها بتليفون بلوتوث بتليفونك. تمام. ده بالنسبة للشاشة. تمام، يعني زيها زي كاسة اي سيارة اي باص، بس كبيرة. ماشي. دي الزراير، كل زراير بتبقى عليها رسمة شارحة نفسها. يعني ده عليه حنفية، ده الصرف بتاع الحمام. تمام. ده الجي بي اس، لو عايز تشغل برضو لازم يبقى فيه واي فاي ونت. تمام. ده اللي بتاع اللوحة اللي هي بره، اللوحة اللي بتنور، بتبقى فيه لوح هنا بره في الفريبيز، وفي فوق تنور بتبقى عليها اسم الشركة الكلام ده. ده طبعا بتاع الحمام، لازم يشتغلوا الاتنين مع بعض، ده وده. تمام. طبعا انا ما عنديش ميه في الحمام، فاهمني. طبعا كل دي لمض، اي حاجه فيها اعطال في الكلام ده بتنور. ده بينور دبليو سي حمام وهيلب حمام، عشان في زرار جوه لو حد مش عارف يطلع، لو حد مزنوق. تمام. دي لمبه اعطال، يعتبر لمبه اعطال. دي لمبه اعطال العربيه كلها، ودي لمبه اعطال اللي هي يعتبر الفتيس، ودي لمبه اعطال العامه. تمام. ده لو الديزل قرب يخلص. اي بي اس دي الفرامل الاتنين زي ما انت عارف. تمام. بالنسبه للزراير دول البابين، طبعا اللي بيبقى على ناحيتك عندك ده بابك، اللي بيبقى على الناحيه اللي بره ده الباب اللي ورا. تمام. ده مساعد للفرامل، يعني انت لو واقف في اي اشاره ومش عايز تشد فرامل يد، هتدوس كده خلاص العربيه وقفت. تمام. بس طالما حطيت رجلك على الفرامل خلاص بيفصل، يعني ملوش لازمه. تمام. واحد اتنين تلاتة الاربع زراير الخمس زراير دول خاصين بالصيانة، احنا ما بنستعملهمش خالص. خلاص، الزراير دي كلها احنا ما بنستعملهمش في الصيانة، هم اللي بيستعملوها، لان هم بيشوفوا فيها اعطال، بيشوفوا فيها بتوع الضمان الكلام ده. خلاص. طبعا عربية اوتوماتيك، ار مارشدير، ان تمور دي اطلع. طبعا كل ده مانوال احنا ما بنستخدمهوش. المكيف طبعا زي ما انت عارف، ده الاي والسي، ده الباور هو اللي بيشغل ويفصل المكيف. ده اللي بيقلل يطلع درجة الحرارة، يعني مثلا بتدوس عليه فترة طويلة كده وتقوم جاي منزل الحرارة، مثلا اهو تدوس عليه كده كده 24 تنزل 23 22 21. ده بيوزع الهواء. ده المراوح، يعني مثلا كده اعلى مروحة اهو منورة. تمام. تنزلها كده متوسط حتى الصوت هيقل، كده منخفض خالص اوطى حاجة للمراوح. تمام. كده الجنب ده كله ايه، خلاص. يجي على الجنب الشمال، بص، دي سخانات المرايه. ساعات بتبقى انت ماشي وفي ضباب في حته فيها شتاء، المرايات بتعمل ندى، او بتعمل ميه عليها، فده سخانات للمرايات، تدوس عليه سخانات للمرايات. ده سخان بتاعك انت وبتاع العربيه ورا، وبيشتغل فعلا. ده الشماسه مرسوم عليه اهو، شماسه سهم طالع وداخل، اللي هي الشماسه اللي فوق دي اهي. بص، انا بدوس كده بتنزل اهي، الشماسه بتنزل وبتطلع اهي. تمام. طبعا ده انتظار، ده كلاكس البوري اللي ضرب ده، ممكن تنزله كده يبقى كلاكس عادي. طبعا ده نور فوق قدام وده ورا، ده نور الشنط البكاشات. طبعا دي انوار العربيه من جوه كلها، اللي لون النور الهادي والنور العالي والنور القرايه والنور السلم اللي هو الطرقه، كل دي انوار. طبعا ده نور السواق، ودي الهوايات عشان لو العربيه مثلا فيها ريحه ولا حاجه بتشغل الهوايات. ودول شاشتين، الشاشه اللي قدام والشاشه اللي ورا. تمام. دي طبعا خاصه يو اس بي شاحن ليك. دي برضو خاصه بالصيانه. اللمبه دي يعني محدش فينا بيستعملها خالص. دي شوكولاته بتاعتي برضو، مالكش دعوه بيها. دي طبعا خاصه باللوحه اللي فوق اللي انا ذكرتها لك في الاول، اللي هي عليها اسم الشركه. دي عايزين بيكتبوا عليها حاجه بتاع، برضو الشركه هي اللي بتتعامل فيها. انت معلك ان انت بتنور بتولع اللوحه وتطفيها وخلاص. طبعا دي هاند بريك فرامل يد. اظن كده شرح سريع لكل حاجه بالنسبه للتابلو. تمام. ده عداد السرعه. تمام. ده عداد السرعه. الناحيه التانية عداد الار بي ام. تمام. تحته ده امبير الدينامو اللي هو البطاريه. ده عداد ضغط الزيت. تمام. ده عداد الحراره. ده عداد الديزل. تمام.
عندك الزراير دي كلها عدادات، ظبط تواريخ وظبط عداد وظبط كيلو وكل الكلام ده. طبعا لو في اي حاجه عطل في الباص، اي حاجه عطل بتنور على مكان العطل. انا عندي لمبه هنا منوره، هقرب لك وانت تقول اللمبه دي ايه لو هي واضحه اهي، عشان برضو يبقى ايه يبان على المعلم. بس هي مش واضحه، انا شايف ان هي مش واضحه اهي كده. وضحت. ايه اللمبه دي؟ اللمبه دي WC، يعني انا عندي الميه بتاعت الحمام فاضيه، وانا فعلا عندي ميه الحمام فاضيه، ومكتوب بالانجليزي ايه تواليت ووتر باور اف كات اون مش عارف ايه. المهم يعني اللي ما فيش ميه في الحمام، يعني اي حاجه فيها عطل في الباص بيجيب لك النور، بيكتب لك يعني دي مكان فعلا الميه، هي ده مكان الحمام اهو، مكان الميه. تمام. بس يا سيدي ادي كل. طبعا هنا الكاسيت تحتيه المايك، المايك اللي بتستعمله المعتمرين. وبس كده يا سيدي. ولو ربنا يجازيك خير نزل الفيديو ده على الجروب، الناس تستفاد برضه. حبيبي حوده، وربنا يجمعنا بيك وتيجي بالسلامه ان شاء الله.